وش راكم يما؟ كي راكم يا الزينات؟ وش راكم يا طيبات؟ ان شاء الله يا ربي ديما بخير وناشطين وماشطين ومهنيين ومغنيين، وربي نفرج عليكم من واسع ان شاء الله يا ربي. حواجه وكي راكم يما؟ حواجه توحشتكم الخير والربح. كي راكم يما؟ واش تعاودوا لي؟ كيف راكم في غيابي؟ قولي ام سامي طولتي الغيبه. ايه يما أنا عارفة طولت الغيبة عليكم، ظروف صحية وظروف كذلك عندي مناسبة في العائلة نتاعي. إن شاء الله يا ربي الفيديوهات الجاية نتقسم معكم المناسبة، مناسبة فرح العاقبة عند بنياتكم وعند وليداتكم إن شاء الله يا ربي. لكن حبيت غير نقول لكم بلي يتوحشكم الخير والرباح، وربي يسعدكم ويرضيكم ويفرحكم ويرضى عليكم إن شاء الله يا ربي. اليوم حبيت قلبي الروتين تاع اليوم واش دارت أم سامي نهار اليوم بزاف منكم قالوا لي ام سامي ديري لنا بيتزا كاري بيضه، اذا والحريره البيضاء اللي درت هذاك النهار حريره البصل، باننا البصل راهو كاين ورخيص وكاع، وكاين حريره صحيه بامتياز اللي هي صحيه، حريره البصل، لا سوب تاع البصل غير بدوش حبات بطاطا وتقريبا 4 حبات بصل، ومنتي درتي ان سوب غير بمكونين وديري واحد لا سوب تغير. المهم انا درت لكم هذه البيتزا بيضاء، بيتزا بلا صوص بلونش كاري، جات تغير بالنسبه للناس اللي ما يحبوش حاجه حمراء، الناس اللي تنضر، الناس اللي ما تحمش الاحمر، الناس اللي ما تحمش طوماطيش. اذا وهذه كذلك للتغيير، دائما نديروا بيتزا حمراء اذا نملوا، اذا من ذاك نديروا بيتزا بلا صوص بلونش. هذه هي تاع اليوم اللي ان شاء الله تعجبكم وسهله ماهله حبه قلبي. نوضي تجي بنتي، نوضي يما نوجدوا مع بعض هذا الاخر. الله تاكلي من دياتك والله العظيم غير افضل من تاع برا، افضل من تاع الزنقه على 1000 خطره. شوفي كي جات يما، شوفي كي جات، ماشي جات تغير، شوفي جات تغير مع اسرار الطياب نتاعها. اليوم نقول لكم كاع كيفاش تطيب لكم في الفور، خاصه اللي عندهم فور تاع الكهرباء، باش تجيهم شابه وتجيهم كروستيونت وتجيهم طايبه ومحمره من تحتها. بالنسبة للمحبين يومية أم سامي ومحبين عابر إيلين ومحبين ماريا حباباتي، ربي يحفظكم إن شاء الله. يسقسوا بزاف على عابر وإيلين، الحمد لله يا ربي يسهل عليكم الخير والربح إن شاء الله. لكن القناة اللي فتحتها عابر هي وياكم فيها إشكال، إذا ما تزيدش تحط فيها راح تسيبريميها، ولكن إن شاء الله تطلع عليكم في قناتي للوصفات. هنا حبيت قلبي مباشرة ندخلوا في التحضير تاعنا نتاع الروتين نهار اليوم. راكم تشوفوا بسم الله. الله ام سامي جات ها الطابليه. شوفوا دائما نقول لبنياتي وخياتي الطابليه هي اللي يعني تساعدك. نوضي يما، نوضي نحي عليك العجز، نوضي نحي عليك الكسل، وبسم الله اما اشترك الشعر الله واستيكي روحك وديري ان كريم هكا ادغاتونت ونوضي. واش راكم؟ راني هنا نقول لكم ان شاء الله تكونوا باسطين وناشطين وفرحانين وربي مرضيكم ورزقكم من واسع ان شاء الله يا ربي. هنا مباشره ندخلوا لطريقه التحضير. جيبي هنا الفلقه تاعك، تجيبي الريسيبيون تاع النيلون نتاعك، اهلا وسهلا. حبابتي يعرفوني دائما احنا نديرو في كامل الاواني اللي هذو ثاني ذو لي بواط هكذا شابين ديري فيهم وتغلقي على العجينه نتاعك. نجيبو كاس حليب دافي او بحراره الغرفه، نجيبوا ربع كاس تاع الزيت، من الافضل دائما نقول لكم زيت الزيتون. نضيفوا كذلك ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز، ملعقه كبيره نتاع سكر، حبيبه تاع البيض، حبه بيض. نضيفوا هنايا ملعقه كبيره خل. هذو هما المقادير هنايا. نخلطوهم هكذا ونخليهم 5 دقائق، نعاودوا نولوا ليهم هكذا. إذا هنايا بعد ما مروا 5 دقائق نجو هنايا نشوفوهم. شوفوا هنا نبدا نضيف الفرينه نتاعي. هنايا صيرت الفرينه نتاعي وبوجتها باش تجيني سهله. نبدا نحط في الفرينه نتاعي حتى تسلم عندي عجينه طريه هكذا. شوف هكذا، واللم حبيبه قلبي حتى نتحصل على عجينه.
عجينه طريه بزاف حتى تلصق في اليدين حبيبه قلبي. هكذا هنايا نديروها في هذاك الريسيبيون، نغطيوها ونخلوها تخمر. نجيو هنايا نحضروا لاصوص بلونش او لاصوص تاع الفرماج. نجيبوا هنايا شويه تقريبا نص كاس نتاع كريمه الطبخ. هذه الكريمه تاع الطبخ نديروا نص كاس منها، ونجيبوا الفرماج نحطوا مع هذاك الفرماج ونبداو نميكسو. هكذا نميكسوهم مليح مليح حتى نتحصلوا على خليط متجانس ويجي شويه سائل ماشي بزاف. هكذا هنا اذا كانت نذوقوا، اذا كان على الملح والفلفل الاسود نضيفوا شويه تاع ملح كيما هكا وشويه نتاع فلفل اسود ونحطوهم دو كوتي. هنا بالنسبه للسوب نتاعي، لسوب البصل، سوب تاع البصل او شوربه البصل، نجيب هنايا كما شفتي مكعب دجاج. عندي قسم مكعب تاع صدر الدجاج، انا في عوض ندير هذاك المكعب تاع لي ماجي وكامل، ومانيش خادمه مكعبات لان نبغي نخدمهم في الدار. اذا نحط تقريبا قيس فتاته نتاع اللحم تقريبا مكعب. نحط البصل تقريبا 3 بصلات شابين، ونحط 2 حبات بطاطا هكذا، ونحط هنايا ذاك النص تاع طوماطيش نخليه يطلق لي غير البنه، من بعد نحيه ونحط 2 اغصان تاع كرافس، ونحط البوكي غارني اللي هو قزبر مربوط، ونحط الملح حسب الذوق، فلفل اسود غير شويه من كثرش فلفل اسود، ونحطوا الزنجبيل تقريبا ربع ملعقه زنجبيل، تقريبا شويه برك تاع راس المغ فلفل اسود، وربع ملعقه ملح، ونقليوهم شويه حتى تطلق الريحه تاع البصل، ونوسوهم بالماء هنا نمرقوا ونغلقوا ونخلوهم يطيبوا هكذا. نجو هنايا العجين تاعنا بعد ما خمر كما كتشوفي. هنا نجو نقسمو نديغازيوه ونقسموهم 2 بول، 2 بولات نخلوهم يرتاحوا وواحد ل5 دقائق ونولوا ليهم هكذا. هكذا نعاودوا روحنا بالفارينه. هنا نجيبوا لابول الاولى هكذا ونحلوها على حساب السنيوه. اذا هاد لا كونتيتي درناها غير بالحليب، كاس حليب فقط. وشوفي درت لنا تقريبا 2 خبزات، 2 بيتزات كاري على السنيوه نتاع السنيوه نتاع الفور نتاعك. نبداو هكذا نعجنوهم هكذا نخبزوهم على طول على السنيوه، نرقوهم حبيبتي باش تجيك البيتزا تاعك رقيقه ما تجيكش خشينه. شوفي هكذا. من بعد ثاني كي نحطهم في السنيوه نزيد نخبزهم هكذا، نرفدهم هكذا ونحطهم في السنيوه تاعي اللي كنت دايرتها ورق الطبخ باش اللي ما عندهاش ورق الطبخ دير الزيت او الزبده ودير لهم الفارينه. هنا نحلوا العجينه تاعنا مليح على طول السنيوه كما هكذا، ونستيكيها مليح هكذا ونرققها هكذا. هكذا لازم تكون رقيقه باش تجيكم رقيقه، لكن الزيت تخمر، رايحه الزيت تخمر. هنا حبة قلبي نخليوها تريح تقريبا 5 دقائق، ونجو نعمروها الحشو اللي عندك. هنا نجيبوها كده نثقبوها شويه باش ما تطلع عناش، ونجيبو هنا هذيك لاصوص اللي خدمناها، لاصوص بلونش اللي خدمتها الصوص البيضاء. هنا هذيك الفرماج والكريمه تاع الطبخ هكذا، ونحطوها كامل على العجينه. نسيت باش نقول لكم نص كين بعد ما نديروا الخميره ونخلوها 5 دقائق نضيفوا الملح مع الفارينه، نضيفوا الملح مع الفارينه. دائما ننسى الملح باش نقول لكم عليه. بطبيعه الحال دائما الانسان يكون ذكي، الملح لازم على حسب الذوق، ما نكثروش لانه راح نديروا لها هذه لاصوص فيها شويه ملح، نديروا لها من الفوق. هنا بعد ما درنا الكريمه نتاعنا البيضاء نجو هنايا نديروا الفرماج غابي. انا هنا كان عندي فرماج مقطعته هكذا قطع صغيره، اذا درتهم من الفوق ويتغابي خير. هنا الغابي كان ما عنديش. اذا الحشوه اللي عندك، الحشو اللي عندك يجي شباب فيها. نجو هنايا نديروا فلفل اخضر هكذا، تحب ديري فلفل احمر، الفلافل الالوان اللي عندك. كما هنايا ما عنديش فلفل احمر، اذا درت شويه طماطيش، حبه طماطيش صغيره نحيت لها كامل الزريعه وقطعتها دي كيوب صغار، قطع صغار ودرتها هكذا. شوفي هكذا.
بالنسبه كذلك اللي عنده الطون، تجيب الطون، قطع الطون تجي شابه. كما انا كنت مطيبه شويه تاع دجاج، تقريبا غير شويه تاع ذاك الصدر، نقصت منه، درت شويه في الحريره البيضه، وهنا ذاك شويه درته في المقله، غير فلفل الكحل وملح، وقليته مليح مليح كما هكا قطع صغيره. والصدر تاع تحبي بشرائح الدند كذلك تجي شابه، قطعيهم صغير صغير. تحبي طيبي شويه تاع اللحم فيونداشي بالملح وفي الكحل وشويه زيت في الاسود كذلك، تدري من الفوق يجي شباب. تحبي مايس يعني انت واش عندك هكذا. تكون الفور تاعك يسخن على اقصى درجه. احنا الفور لازم على البيتزا دائما على اقصى درجه، لكن في هذا الفور نتاعي عندي خاصيه البيتزا، اذا نشعلت من تحت حتى سخن مليح، ومن بعد شعلت خاصيه البيتزا سخنت مليح، حطيت البيتزا نتاعي هكذا. شوفوا كيف الدجاجه تتغير ما شاء الله، شوفوا ذيك الزين، وشوفوا ذيك البيتزا كاري بلا صوص بلونش جات تغير. حبة قلبي نتمنى تجربوها. شوفوا جات ما شاء الله واحد البنه ولا اروع. هنا نروحوا للحريره نتاعي، حريره البصل نتاعي، لاصوص تاع البصل والبطاطا. بعد ما طابت نحي هذاك نص تاع الطوماطيش، خليته غير يطلق البنه، ونحي هذاك لو بوكي نتاع القزبر نحطهم دو كوتي. كذلك اذا كان عندك العود تاع الكرافس خفتي يبقى لك هذوك الخيوط تاع الكرافس نحيه. وشوفي العظم، اذا كان عندك هذاك الطرف تاع الدجاج درتيه بالعظم اذا نحيه، كيما هذا ما درتش فيه العظم كتشوفي صدر دجاج فقط. اذا ما فيش العظم غير قرصه كيما شتي، ونرحي كلش، نرحي داك حتى اللحم عاود نحيت، خفت لك العظم يخسر لي الاخر الميكسور كامل. اذا نحيت كلش، ومن بعد نرحي كلش مع بعض. هنا نضيفوا الفرماج. هنا زدت الفرماج الابيض، فرماج تاع الطليه، ملعقه هكا كبيره توصاي، كل ما ديريها تجي بنينه، ونرحيهم كامل مع بعض هكذا، نمكسيهم كامل. اذا كان شتيها باللي ناقصه يعني شويه كما حنا نقولوا يعني جامده، اذا تغلي شويه ماء وتضيفيها غير شويه، هي ما تجيش ماما، تجي فولوتي، تجي يعني كما حنا نقولوا يعني كما الحريره، فوالا كما لا سوب هكذا، يعني سهله مهله. بزاف منكم قالوا لي ام سامي كيفاش هذه هي. وهنا مع تالي نضيفوا مرصو صغير نتاع الزبده باش تجي الحريره نتاعنا كالقاضيفه، وتجي يعني ملساء كي تاكليها. هذا هو هكذا. نرحيو كلش مع بعض ونحطوها. شوفوا هنا نسقي لكم، شوفوا كيف جات تتغير. هنا انت واش تحبي ديرها شويه كريمه من الفوق، تحبي انا نديرها غير هكذا ونديرها القارص فقط، تجي بنينه بزاف. هذه مليحه صحيه للناس المرضى، واحد يكون عندك مريض ولا واحد ضربوا الهواء وما يتذوقش، ولا ديريها له حبيبتي. والله العظيم البصل صحي كما تعرفوا البصل، وحنا بزاف ما ناكلوش البصل، ناكلوه غير في هكذا. اذا ديري هكذا يجي يغير حبيبتي. هذه هي لا سوب تاع البصل البيضاء تجي تغير. اذا اليوم المنيو تاعنا كل شيء بيض، لا سوب بيضاء، ودرنا معها البيتزا كاري بيضة. هذه هي، شوفي هاي البيتزا تاعي، شوفي كيف جات تتغير حبيبة قلبي. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. بالنسبة للمناسبة ان شاء الله يا ربي نقولها لكم في الفيديوهات القادمة، مناسبة شابة يا ربات خياتي العاقبة عند وليداتكم ان شاء الله يا ربي يفرحكم بهم وتفرحوا بهم ان شاء الله. شوفي ذيك البيتزا جات تتغير حبيبة قلبي، شوفي يعني والطرية، شوفي كي طرية، شوفي ما شاء الله روعة وخامرة من تحت. يعني واش نقول لك، شوفي مع هذه البيتزا كاري الرائعه اللي نتمنى ان شاء الله تجربوها وما مش رايحين تندبوا حبه قلبي، على بالي بلي حتعجبكم. مع هذه لاصوص البيضه الشابه بزاف، هذا كوجبه عشاء او وجبه فطور. ان شاء الله يا ربي تجربوها. في الاخير ما تنسونيش الجام في الاول، جمجمولي سلام.